السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الدرس السابع من برنامج سويش ماكس 4. وتعرفنا في الدرس السابق على إدراج فيلم فرعي وكمان إدراج زر. اليوم نتعرف على التحكم في أشكال الكائنات، ولكم هنرسم شكل الدائرة. بعد كده نضغط على أداة السهم الأسود. بعد كده لو أنا عاوز أتحكم في حجم الدائرة، إن أنا أصغرها أو إن أنا أكبرها عن طريق المقابل، عن طريق مقابل التحكم، أو عن طريق الجانبية الأعلى والأيسر والأسفل واليمين. كمان ممكن أتحكم فيها، قلنا عن طريق الرقم، إن أنا مثلا أحدد رقم 200 في 200 العرض وارتفاع الدائرة. طيب، ده بالنسبة للدائرة. كمان عندنا المستطيل، له مجموعة من الخصائص. ممكن إن أنا أروح عند الزاوية بيتغير شكل الماوس إلى شكل القوس. ممكن إن أنا أعمل دوران للمستطيل، او ان انا اتحكم في حجمه بالارتفاع من الزاوية، اكبره او ان انا ارجع اصغره مرة تانية. كمان لو انا رحت عند اداة المقبض اللي في الوسط وطلعت اعلاها، بتظهر لك اداة الانحراف. اضغط واسحب، بدأ يعمل انحراف معي. يبقى عندنا اداتين، في اداة الدوران وفي اداة الانحراف الرأسية او الافقية. كمان ممكن اتحكم في الاتنين دولت اعدادات الانحراف عن طريق ان انا بروح من نافذة الترانسفورم، احدد من هنا نسبة الدوران وليكن 20 اتنفذ. كمان عندنا ممكن احدد الانحراف اللي هي 30. طيب، في عندنا كمان بعض الادوات اللي بنستخدمها في التحكم في او التعامل مع الكائنات او الاشكال. بروح مثلا نختار اداة المستطيل. بعد كده بضغط على الأداة اللي هي بتغير عندنا شكل الكائن اللي هي السهم الأبيض. بروح أضغط في أي جزئية من الخط المستطيل وأضغط عليه مرتين. ظهرت لي فينا نقطة، ممكن أنا أضغط وأسحب. ممكن كمان أضغط وأسحب من أسفل. طيب، هنا عملت لي عبارة عن زوايا. طب لو أنا عاوز أعملها شكل قوس، بروح أضغط على النقطة المحددة واختار منها سموث. هنا عملتها لي على شكل منحنى. كمان عندنا ممكن نتحكم في الكائنات عن طريق ان انا اختار شكل مرة اخرى، وليكن شكل المستطيل. في عندنا حاجة اسمها اداة المنظور، اللي هي الاداة الموجودة عندنا دي. بروح اضغط عليها واضغط على الزاوية، بتطلع معايا اهوت. ممكن انا ارسم منها شبه منحرف بالشكل ده، وده ممكن نستخدمه في مثلا عندنا كان في مثال موجود عندنا في الكتاب في رسم العلم. طبعا ممكن نغيرها كده، ممكن انقل الشكل بتاعي، ممكن اعملها على كأنها بقت شكل مثلث. وبكده نكون قد انتهينا من الدرس السابع.